السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل تتبيلة فراخ كنتاكي تحفة هتعجبكم جدا جدا. بصوا حبايب قلبي، هنا انا معايا كاري ومعايا كركم ومعايا توابل فراخ، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر وبابريكا، ومعايا كمان نص كوباية بصل. انا جبت البصل بشرته كويس جدا وحطيت عليه شوية ملح وسبته، وبعد كده رجعت صفيته بالمصفى. ومعايا عصير ليمونة كاملة، معايا كوباية لبن، ومعايا كمان كيسين ماجي فورية. الماجي الفورية دي عايزة اقول لكم ان الماجي الفورية دي هي اللي هتديلها طعم المطاعم مع الكاري والكركم وباقي التوابل. وهحط لها هنا معلقة صغيرة كده ملح، وهحط لها الماجي وهشوف، وكمان معلقة خل. يبقى التوابل بتاعتنا ومعاها كوباية لبن، ومعاها عصير ليمونة كاملة، نص كوباية عصير بصل، ومعايا كوباية لبن. وهنزل كمان باتنين ماجي فورية. لو عايزة تزودي الماجي زودي، وبعد كده شوفي الملح بتاعك وظبطي الملح بتاعك. هنقلب التتبيلة دي كويس جدا بالشكل ده. يبقى انا كده اول خطوة عملتها، عملت التتبيلة بتاعتي. التتبيلة دي جميلة جدا، ممكن تستبدلوا كوباية اللبن بكوباية زبادي، بس انا بفضل في التتبيلة ديت اللبن. الفراخ بتاعتي مغسولة ومنقوعة ومصفية كويس جدا. انا معايا هنا وراك فراخ، ممكن تعمليها فرخة كاملة. انا معايا وراك فراخ وقسمة كل ورك 2. هجيب بقى السكينة وهحز كل ورك كده لحد ما اوصل للعضماية من جوه. بصوا، لحد ما اوصل كده للعضمايه من جوه، بحيث ان انا لما احط قطعه الفراخ في التتبيله تشرب منها، وما اضطرش ان انا ابيتها ليله كامله في التلاجة. بس الاحسن والافضل ان انت تبيتيها ليله كامله في التلاجة، علشان خاطر تضمني ان هي ما تكونش نيه من جوه وتكون شاربه من التتبيله. انا كنت مستعجله، بس كنت سبتها فتره طويله، ممكن من ساعتين ل3 ساعات تقريبا في التتبيله. التتبيله بتاعتي انا عملتها، وزي ما انتم شفتوها معايا كده: بابريكا وكاري وكركم، توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسمر، شطة، وتوابل فراخ، وبقى الليمون والبصل واللبن والخل. الحاجات دي كلها بتساعد على سرعة تسوية الفراخ بتاعتك. ممكن تستخدمي التتبيلة دي تستعمليها لتتبيلة البانيه، جميلة جدا. انا برضو بستعملها لتتبيلة البانيه، بتخلي الطعم مميز وجميل جدا. مع الماجي الفورية طعمها بيخليها زي المطاعم بالظبط. طبعا انا كده خلاص تبلتها وحطيتها في التتبيله. هغطيها وهسيبها في التلاجة بقى لحد فتره حين ما انا هقليها او هجهز الغدا بتاعي. زي ما بقول لكم، انا سبتها من ساعتين ل3 ساعات، بس الافضل انت تسيبيها من بالليل لحد تاني يوم. على فكره هتديك النتيجه هايله. هجيب بقى هنا معايا كوبايتين دقيق، ومعايا كوبايه الا ربع كده نشا. وعايزه اقول لكم بتفرق جامد جدا لما تنزلي بالنشا على الدقيق. ونفس التوابل اللي احنا حطيناها لتتبيله الفراخ هي نفس التوابل اللي احنا هننزل بيها على الدقيق: كاري وكركم، فلفل اسمر، وملح، توم باودر، وبصل باودر، وبابريكا. هنقلب بقى كل الكلام دوت مع الدقيق، علشان خاطر هننزل دلوقتي بالفراخ وهنقلبها في الدقيق، نعمل لها كفر الخارجي علشان هنقليها. قلبت كده الدقيق مع التوابل، وهجيب بقى ايه الفراخ بتاعتي من التتبيله، وهنعمل خطوتين حلوين قوي عايزاكم تتابعوهم دلوقتي، علشان دول مهمين جدا جدا في الكفر الخارجي للفراخ بتاعتك المقرمشه. بصوا حبايب قلبي، انا بجيب طبق فيه ميه ساقعه وبنزل فيه بمكعبات تلج. ما عندكيش مكعبات تلج خليها ميه ساقعه، مفيش مشاكل. الخطوه اللي جايه دي بتحافظ على الكفر الخارجي، ما بتخلوش يفك منك. بصوا، انا هنا بقلب كده الفراخ في الدقيق اللي انا قلبت عليه النشا والتوابل. وبصوا قلبيه كويس جدا بالشكل ده، عفريه كده، وخليها كده تتبيله عشوائي. يعني انت ما تتكيش عليها او اي حاجه، لا، خلي الدقيق كده متعفره بالدقيق كده تعفير عشوائي. وهنزل بيها في الميه الساقعه اللي فيها تلج، وهرجعها تاني في الدقيق. ممكن تعملي الخطوه دي مرتين، ممكن ترجعيها تاني للميه اللي بالتلج بعد ما انا ما رجعتها في الدقيق، لكن انا استكفيت بخطوه. لو انت عايزه ترجعيها تاني في الميه اللي بالتلج ممكن، مفيش مشاكل. بصوا، تعفير عشوائي خالص، ما فيهاش اي حاجه. هنزل بيها في ميه بتلج، وهرجع بعد كده ارجعها تاني في الدقيق.
الخطوة دي كويسة جدا ان هي بتحافظ على الكفر الخارجي وما بتخلوش يفك منك في الزيت. بصوا اهو، حاولي كده ان انت تغلفي كل مكان بالدقيق علشان خاطر تبقى كلها متغلفة بالدقيق، وكمان كلها تبقى واخدة طعم واحد. بصوا اهو، زي ما قلتلك لو ما عندكيش مكعبات تلج ممكن تنزلي بمية ساقعة عادي، ولو لقيتيها بردت شوية وانت بتعملي ممكن تغيريها وتحطي مية ساقعة تاني. الخطوة دي مهمة جدا. بصي اهي، بنفضها كده من الدقيق وخلاص. في المرحلة دي بكون مشغلة النار على الطاسة بتاعتي، ما بعملش وركن. لو عملتيها وركنتيها وجيتي تاخديها هتلاقيها كلها ملزقة وماسكة ببعضها. الطاسة بتاعتك بتكون سخنة على نار عالية. بنزل على جنب واحد دقيقتين، بعد الدقيقتين بنزل بقلبها على الجنب التاني دقيقتين تاني، وبعد كده بهدي النار بخليها وسط وبسيب الفراخ بتاعتي تستوي تماما. بتاخد مدة التسوية بتاعتها 10 دقايق. يبقى انا خليتها 4 دقايق، دقيقتين على الجنب ده ودقيقتين على الجنب ده، وبعد كده باقي ال10 دقايق بخليها تكمل التسوية بتاعتها بالراحة خالص على نار هادية، علشان خاطر ما تكونش فيها اي حاجة من جوه تستدعي ان هي ما تكونش لسه استوت. تمام لحد هنا مفيش اي مشاكل. دي مدة التسوية بتاعت الفراخ المقرمشة. ما تحطيش اكتر من العدد اللي الطاسة محتاجاه علشان خاطر النار تكون متوزعة كويس جدا على قطع الفراخ. يعني ما تستعجليش وتقولي انا هاملة الطاسة، لا، خلي النار بالشكل ده كده، قصدي الطاسة بالشكل ده كده، علشان خاطر الفراخ بتاعتك توصل لها اكبر قدر من الحرارة علشان خاطر الفراخ تكون مستوية. لكن لما بتزودي النار بتتوزع على كل القطع اللي في الطاسة، فبترجعي تلاقي الفراخ من جوه مش مستوية. وهغطيها بالشكل دون بالغطا بتاع الطاسة، وهسيبها بقى تكمل مدة ال10 دقايق بتاعة السوا الكافي ليها. ولو انت جايبة الفراخ كبيرة هتاخد اكتر من 10 دقايق، فانت يستحسن من الاول وانت بتجيبي الفراخ على قدر الامكان تجيبيها فرخة صغيرة من كيلو لكيلو وربع، علشان ما تاخدش منك تسوية وتكون النتيجة بتاعتها مرضية ليكي. انا هنا مغطياها، واول ما خلاص نحس ان هي استوت وخلصت المدة بتاعتها هنشيلها على طول من الزيت وهنزل بالطاسة التانية. بصوا هنا لو تلاحظوا كده، بصوا في دبوس هنا، ده بدليل ان هي استوت. الدبوس دوت، بصوا لو تشوفوه كده استوى. تحس ان هو طق كده من الجنب مكان ما انا ما كنت حازه بالسكينه، وهنا برضو تحس ان اللحمه فرقت عن العضمايه، وبكده الدليل ان هي استوت. على فكره الغمقان ده مش بتاع الفراخ، ده مكان العضمايه بتاعتي، مكان العضمايه بتاعت الفرخه، لان كنت مطلعاها من الفريزر من قبلها، فبالطبيعي نلاقي فيه اي حاجه كده بس في العضمايه دي، مش اي حاجه يعني وحشه ولا حاجه. هبدأ انزل بقى بباقي كمية الفراخ. انا نزلت ووريتكم طاسة للدبابيس، وهنزل بقى باللي هي الفخاد كده، ونفس اللي حصل مع الطاسة الاولانية بالنسبة للدبابيس هيحصل مع الفراخ، بس مع الورق مع الفخاد، بس الفخاد هتاخد سوا شوية عن الدبابيس. فانا هسيبها هنا 3 دقايق وعلى الجنب التاني 3 دقايق، وبعد كده هدي النار خالص وهغطيها برضو وهسيبها لما تستوي. بنغزها كده بالسكينة، بلاقي السكينة بتدخل وبتخرج بسرعة، وفي نفس الوقت طبعا مدياها مدة تسوية كافية. هبدأ دلوقتي احمر شوية رز كده، بس انا هحمر رز بلدي عادي، بس هعمله معاملة الرز البسمتي. حطيت كاري وكركم وليمونة ومكعب مرق وعود قرفة صغنن كده، ونزلت هنا بكوبايتين رز وهقلبهم كده مع التتبيلة والخلطة بتاعتي، طبعا في تشويحة شوية زيت وشوية سمنة. وهشوح كده الزيت بتاعي البصل الرز بتاعي كويس جدا في الخلطة بتاعتي. وطبعا احنا عارفين الرز المصري بيحب يتحمر كويس، فانا كده هحمره كويس جدا لحد لما يشرب من التتبيلة بالشكل ده كده. معايا ميه سخنه مغليه في الكاتل بقى او في البراد زي ما انا ما عملت، وهبدا انزل على الرز بتاعي
وهيتسوى التسوية العادية بتاعتنا، المية هتغطيه وهيتسوى التسوية الكاملة العادية بتاعتنا خالص. وبكده خلاص الرز بتاعي اتحمر. هبدأ انزل بقى هنا بمية مغلية بالشكل ده كده، وطبعا هسيبه يتشرب وهدي عليه النار، وان شاء الله هتكون تسوية كاملة وكويسة جدا. الطريقة النهاردة سهلة وبسيطة، اتمنى ان انتوا تجربوها. وبكده خلاص الاكله بتاعتنا النهارده خلصت كنتاكي، وجبت لهم المطعم لحد البيت. طبعا كنت عايزه اعمل مايونيز بس للاسف كرنب السلطه ما كنتش لاقياه خالص، وطبعا مايونيز ما ينفعش لما تكوني مقطعه عليه كرنب سلطه. بصوا كده، بصوا قطع الفراخ نضيفه ازاي من جوه وبيضه وشهقه ومستويه مش نيه خالص، والرز كمان طلع بنفس النتيجه الهايله دي. وعملت كمان جنبها سلطه الطحينه. وزي ما بقول لكم كنت عايزه اعمل مايونيز ولكن ما لقيتش كرنب سلطه، ما حبيتش ان انا اغير في طعم المايونيز خالص. الرز مفلفل وجميل جدا، طعمه في منتهى الجمال. اعملي بنفس الطريقه. الرز البسمتي غالي، فاحنا نحاول ان احنا نشكل لهم ونخلي الوصفه كامله على قدر الامكان. زي ما بقول لكم الفراخ مستويه وبيضه من جوه جميله جدا، طعمها كان في منتهى الجمال. الوصفه والتتبيله سهله ما فيهاش اي حاجه. اعملي لاولادك اكل بره، تخليهمش يشتروا اكل من بره. حاولي على قدر الامكان تلمهم حواليك وتعملي لهم كل اللي نفسهم فيه، علشان خاطر ما يفضلوش ان هم يشتروا اكل من بره. الفاست فود دون بيبقى صعب جدا وبيعمل مشاكل بعد كده في المعده. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، ولو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب.